يا امي، رايك شنو في البنات البايرات؟ الواحده تفسخ وتجلخ وتعمل السبعه وذمتها، ده كله عشان شنو؟ عشان يتزوجوها. رايك في البنات ديل شنو؟ الزواج ما بجيبوا السلخ والجلخ. البنت مريض على طبيعه، الجسم الزواج جسمتها بيجيها، ما تنظف الجسم بالكريمات عشان يتزوجوها. المرأة كان مدفونة فيه تبني الرماد ده، الراجل بيشوفها تلمع كده، الراجل ما بيشوف شخصيتها، بيشوف سعادة يا محمد يا ولدي، بيشوف نظاف جسمها، ما بيقول له السعد بيجيبوا نازل فيها طوالي، بس بيقول انا داير بنت فلان ده. يعني تلغائيا شنو؟ بحبها من غير ما يكون هي يعني الا يكون فاسخه وجالخه ومبقي لونها ابيض، ده كله ما بجيب لها العريس. ما هو ما بشوف سماحة نظاف جسمها بالكريمات ده، وبشوف سعادة كان مدفونة وتلفت من الرماد ده، وبشوفها اجمل منها الله ما خلق. عشان كده البنات ما تركز مع انها تعمل كريمات وتفسخ جسمها وتطلع البشره الاولى كلها عشان شنو؟ عشان يجيها عريس. لا انا هسه بناتي مناحتين، قلت لها النهايه حاجه زي دي ما سويناها. هسه عندي بنيتين قاعدات في البيت على الطبيعه، قلت لهم النهايه ما جسمكم ده ما تحطوا عليه حاجه. لكن دي حاجه انها شنو؟ زي اللي بقت عاده في السودان، اي واحده بتشوفها الباقيات عملا كريمات بيقول لها لو ما عملت كريمات ما بعرسوك. يعني بقت زي شنو؟ العاده الا تعملي كريمات عشان يتزوجوا. البيزات تيجي تعرف فيهم، ما كان شفتي فلانه ديكا جابت الكريمات ونظفت جسمها عشان يتزوجوها، انا لي انا ما بشتغل كيف؟ علي انا مدمره كيف؟ انت ما تاخذي لي انا كريم عشان انظف بيه جسمي عشان اي زول يشوفني يرغبني؟ قلت لها يا بنتي ما بيرغبوك بالكريم، بيرغبوك بالسعد وبالجسمه، كان الجسمه تجات ما بتحتاجي تضحكي، كمان محممه ذاتك جايه من الدوكه. الراجل بيشوفك نظيفه وظريفه وبيرغبك، لانه الراجل بيشوف المرأة سعادة، ما بيشوف حقحيكه بالكريم. يا محمد يا ولدي، لانه السماحه والشناء، ولانه الراجل بيشوف سعادة المرأة ما بيشوف شخصيتها. الراجل جا من برا قال لي المرأة راقده متلم فيها الضبان ده شد علي في وشها، بحسب الراجل بيشوف سعادة المرأة ما بيشوف شخصيتها، ما بيشوف عليها، بدل ما ينهرها يقول لها قومي يا وسخانه يا رفله، قومي تحممي، قومي تسوقي، قومي تنظفي. قام قال للذباب كر يا نحل من العسل. يعني شبه النحل، شبه الذباب بالنحل، شبه الذباب بالنحل، لانه العروس شايفه جميله شديد خلاص، يعني شخصيتها ما شايفه، شايف سعادة. البنت طبعا الراجل بيشوف سعادة ما بيشوف الشخصيه يا محمد. عشان كده يا امي دايما بقول لك انه شنو؟ الحب اعمى.